الشخصيه بتاعت النهارده ممكن تقول عليها انه فعلا مختلف بكل حاجه فيه، الوسيم رأفت الهجان، او زي ما نقول باسمه الحقيقي رفعت الجمال. في شقه بسيطه في حي الظاهر بالقاهره اتولد رفعت علي سليمان الجمال يوم 1 يوليو سنه 1927. وبعد ما دققنا اكتر اتضح انه اصله من دمياط، بس عيلته نقلت وسكنت في القاهره بعد كده، علشان كده واجب التنويه. ابوه كان موظف في شركه قناه السويس، وامه انجليزيه اسمها فيكتوريا. من وهو صغير كان واضح انه مش زي باقي الاطفال، عينيه بتلقط التفاصيل، ودانه بتلقط الهمس، ودماغه سريعه ومليانه ذكاء يخليه دايما سابق سنه. بس ما كانش طفل هادي ولا مطيع، بالعكس كان شقي على الاخر، يهرب من المدرسه، يروح المسارح، يصاحب اجانب، ويتكلم اكتر من لغه. قبل ما يتم 17 سنه اتخرج من مدرسه راس التين الثانويه في اسكندريه، وبعدها دخل كليه التجاره، بس ما كملش. ليه؟ علشان ببساطه ما كانش بيحب الروتين ولا القواعد، كان بيحب المغامره، عايز يعيش كل حاجه، يجرب كل طريق. اشتغل ممثل شويه وسافر اوروبا، ودخل في عوالم غريبه على المصريين وقتها. سافر المانيا واشتغل هناك في شغلانات كتير، بعضها قانوني لكن اغلبها مخالف، واوقات كتير كان خارج القانون تماما. اترحل كذا مره واتسجن في فرنسا بتهمه التزوير، وبعدين رجع مصر بطرق ملتويه. ما كانش يعرف ان الرجوع ده هيكون بدايه مرحله هتغير حياته، وتغير كمان شكل الصراع العربي الاسرائيلي سنين طويله. في سنه 1953 لقطته المخابرات العامه المصريه. الملف بتاعه لما اتعرض على الضباط كان مختلف عن اي حد تاني. شاب بيتكلم انجليزي بطلاقه، وعارف الماني وفرنساوي، وعنده علاقات واسعه، وشخصيه مرنه تعرف تتقمص اي دور. عاش مغامرات ومواقف خطيره في اوروبا، وخبرته دي كانت اغلى من 1000 شهاده جامعه. قعد معاه ضباط الجهاز، وكان من ضمنهم اللواء صلاح نصر رئيس الجهاز وقتها. ومن هنا بدات مرحله اعاده التشكيل. ابتدى تدريبه في شقه سريه في القاهره، يتعلم التمثيل العميق وتغيير اللهجات والتشفير واستخدام اجهزه الارسال والتعامل مع العدو والصبر تحت الضغط والعزله التامه. الخطه كانت صعبه، المطلوب خلق شخصيه جديده تماما تمسح رفعت الجمال من الوجود. فضلوا يدوروا في السجلات لحد ما لقوا اللي يدوروا عليه، ووقتها اتولد جاك بيتون، راجل يهودي مصري من اصل فرنساوي، عنده شركات وهميه في مجال السياحه والعلاقات العامه. ادوا له اوراق اسرائيليه مزوره وجواز سفر فرنساوي ومبلغ يبدا بيه نشاطه. بدا رحلته من ايطاليا ومن هناك على المانيا، ولحد ما وصل في الاخر لاسرائيل سنه 1956. دخلها باعتباره يهودي من ضحايا النازيه. راجع لوطنه الجديد تل ابيب. جاك بيتون كان شخصيه جذابه وانيقه، دماغه سريعه وعارف يندمج وسط المجتمع الاسرائيلي بسهوله غريبه. اسس شركه علاقات عامه وسياحه اسمها رويال تورز، وبعدين بقت سي تورز في شارع ديزنجوف. الشركه بقت واجهه راقيه لرجال الاعمال والسياح، بس الاهم انها كانت مدخل للضباط الكبار في الجيش والموساد. ومع الوقت بقى صديق مقرب لناس تقيله جدا، زي موشي ديان وزير الدفاع الاسرائيلي، وجولدا مائير اللي بقت بعدين رئيسه الوزراء، وليفي اشكول. وحتى اتقال انه كان على علاقه بين جوريون نفسه، ما كانش مجرد جاسوس بينقل شويه معلومات وخلاص، لا ده بقى شخصيه عامه اسرائيليه مرموقه، يحضر الحفلات الرسميه، يكتب في الصحف العبريه، ويتكلم عن سياحه السلام بين اسرائيل واوروبا. في الجزء تاني هتعرف ازاي عاش وسطهم 17 سنه من غير ما حد يشك فيه، وازاي نقل معلومات غيرت مجرى التاريخ من اول النكسه لحد نصر اكتوبر العظيم. لو القصه شدتكم وعايزين نكمل باقي الحكايه، سيبولي تعليق وقولولي علشان ننزل الجزء الثاني قريب جدا ان شاء الله.